لما حضرتك ترجع لمساله كسر الضلع، لما احنا بنقول لهم ليه علي بن ابي طالب ما دافعش عن السيده فاطمه في القصه المكذوبه، يقول لك ان علي بن ابي طالب النبي اوصى له انه يصبر. طب لماذا صبر على عمر وعلى فاطمه ولم ياخذ بثأرها ولم يقاتل من اجلها ولم يصبر على عائشه؟ لماذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم في الوصيه؟ هيردوا يقولوا ايه؟ يعني لو جالك واحد دلوقتي قال لك علي بن ابي طالب هو الذي تسبب في قتل المسلمين لانه لم ياخذ بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، الشيعة هيردوا يقولوا ايه؟ ما عندهم جواب. لذلك هو اساسا الشيعة يقتاتون على مثل هذه الشبهات، لكن ما عندهم هم حلول، ما عندهم اجابات. زي مساله ارضاع الكبير، جايين يكلموا عن غلام شاب لسه اساسا